بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أمسية طيبة مباركة ملؤها الخير والسرور والبركة، نجتمع فيها على إحياء سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، ونستمع إلى كلمة طيبة مباركة من عالم جليل وأخ حبيب فضيلة سيدي الشيخ علاء الدين الحايك أبي الحسن، فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدكم تطفوا الدخان مشان نسمع كلام الله، تعظيما لكلام الله. نطفئ الدخان وأعيروني أسماعكم. وما شاء الله يعني شفتكم كلاتكم زقرتية، وبالرقص ما شاء الله عنكم. فقلنا السلام عليكم، ما حدا رد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا، عاد إلى المدينة بعد أن أكرمه الله عز وجل بنصر مظفر، ولكن ما إن وصل المدينة حتى زف له نبأ وفاة ابنته رقية، فجلس مجلسه يتقبل التهاني ويتقبل التعازي، ويعلمنا أن في قلب المؤمن مكان للفرح مع وجود الألم. لا تغيب غزة عن حفلنا، ولا يغيب حال إخواننا هنا عن فرحنا، فنحن نفرح الآن بإقامة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سنة النكاح. أرجو من الإخوة اللي قدام الطفل يسكتوا، لأنه مشكلتي ماني حافظ الخطبة، وحافظها بغمض عيونكم يركزوا عليها كاملة. أنا لا أتكلم إلا من إصغائكم ومن وجوهكم النيرة، فما عندي كلام أنا محفوظ ألقيه عليكم. فإن أعطيتموني أسماعكم فتح الله علي بسر إصغائكم. فأيها الأحبة، المؤمن يفرح بأمر الله ويحزن أيضا بأمر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عدونا الذي يتربص بنا اليوم نريه قهرا بهذا اللقاء. لا بالطبل والزمر يقهر عدونا، لكن عدونا يقهر
عندما يرى شباب هذه الأمة يقبلون على الزواج. البارحة جاءني مقطع فيديو لعروسين في غزة في رفح تحت القصف، يزف عروس لعروسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك الطائفة بقوله لعدوهم قاهرين. لماذا نتزوج؟ أرضنا تسلب. لماذا نتزوج؟ أولادنا يستشهدون. نتزوج لننجب، لأننا أمة الأمل. الأمل عندنا لا ينتهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن لهذه الأمة إقبال وإدبار. قال قبل 1500 عام لتفتحن عليكم القسطنطينية والرومية. ما القسطنطينية؟ اسطنبول. لما سمع الصحابة هذا الحديث وسمعوا أن نعم الجيش ذلك الجيش، بدأ الصحابة يتحمسون لفتح القسطنطينية، وزحفت الجيوش، وكان فيها سيدنا أبو أبي الأنصاري الذي دفن على أسوار القسطنطينية، ولكنها لم تفتح. وانتهت دولة الخلافة وجاءت الدولة الأموية، وصلت بفتوحاتها إلى الصين شرقا وإلى باريس غربا، ولكن النبوة الذي لم تتحقق ولم تفتح القسطنطينية. نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. وجاءت الدولة العباسية، وما أدراك ما الدولة العباسية. الدولة العباسية كان يقف خليفتها على سطح قصره يخاطب الغمامة يقول لها شرقي أو غربي فإن خراجك عائد إليك. ما معنى هذا؟ أن هارون الرشيد كان يملك 3 أرباع المعمورة، ولكن القسطنطينية لم تفتح. وبدأ العدل التنازلي لهذه الأمة، وانتهت الدولة العباسية على يد الأمة، وجاء للمسلمين أيام سوداء وذل فيها أبناء هذه الأمة أيما ذل. اجتاحت كثر دمشق وحلب وبغداد، ولم يبقى أمامهم إلا آخر معقل القهر. وقيد الله بهذه الأمة سيف الدين قطب الذي دخل عين جالوت، وبدأ خط البيان لهذه الأمة يرتفع. وجاءت الدولة العثمانية، وإذا بشاب في 20 من عمره بل لم يبلغ 20 من عمره يقرأ حديث رسول الله لتفتحن عليكم القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، فيعزم الأمر على أن يفتح القسطنطينية، ففتحها وسمي بمحمد الفاتح، الذي إذا ما دخلت اسطنبول زرت مقامه هناك في مسجد فخم كتب على واجهته هذا الحديث لتفتحن عليكم القسطنطينية. صدقت نبوءة النبي، وانتهت الدولة العثمانية، وانحط الخط البياني لهذه الأمة،
وتقطعت وتمزقت، وأصبحنا اليوم نعيش في ذل وهوان كما ترون الآن في واقع الأمة. ولكن رسول الله يقول لتفتحن عليكم الرومية. أتدرون ما الرومية؟ الرومية هي روما عاصمة الفاتيكان. بشر نبينا بأننا سنفتحها وسيدخلها الإسلام، بل إن رسول الله قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به المؤمنين الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. شبابنا اليوم المجاهدون في أرض غزة من أين جاءوا؟ جاءوا من أمثال هذه المناسبات، ولدوا من هذه العقود. وربنا يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تتصور أن الله سيستبدلنا بقوم من المريخ ولا من عطارد ولا من الزهراء ولا من المشتري، سيستبدلنا بذرياتنا، يستبدلنا بجيل يأتي من عقود صحيحة نختار فيه الشاب لدينه ونختار الفتاة لدينها، لنبني بيتا إيمانيا وليكون هناك نسل مبارك. فإن الله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين لا محالة، وأن الخط البياني بدأ اليوم يرتقي بأحداث غزة. ما أرى إلا أن الأمة بدأت بالصعود، وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. وربنا يقول لهؤلاء فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أسأل الله أن يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأن نرى في الصهاينة ما تقر به أعيننا، وأن نرى في إخواننا المجاهدين ما تقر به أعيننا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. أبارك لأخي أبي خالد فرحه بولده وائل، وأبارك لآل الفوال الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يكون أخي وائل عند حسن ظنكم، وأن تكون ابنتكم عند حسن ظنهم، وأن نرى من هذين العروسين ذرية طيبة مباركة. فيا شباب، المعركة بدأت ولن تنتهي بعد أيام، فالمعركة مستمرة إلى فتح روما. فجهزوا أنفسكم وأعدوا العدة، فأمامنا طريق طويل، ولنربي أبناءنا كما ربى أهل غزة أبناءهم. ولقد قرأت مقالة لأخت كريمة تقول لصديقتها يا ليتني أستطيع أن آتي بطفل من أهل غزة أربيه كما أربي أبنائي. فقالت لها صديقتها أما أنا فأتمنى لو أن أهل غزة يأخذون أولادي يربونهم كما ربوا أبنائهم. نريد أن نربي أبناءنا كما ربى أهل غزة أبنائهم. نريد أن نغرس فيهم حقيقة الإيمان وحب التضحية والجهاد، وأن نغرس في قلوبهم عز الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى إن تولينا سيستبدلنا، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا. علمنا نبينا أخي وائل أن ندعو الله لك بهذا الدعاء المبارك. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك بخير، وجعل منكم الكثير الطيب. أسأل الله أن يجعل حياتك سعيدة باردة في ظل طاعته، وأن يجعل من هذا الزواج ذرية تقر بها عين رسول الله. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، وأسأل الله أن يعيد الأفراح والأمن والأمان إلى بيوتات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.